نعم. هؤلاء حاقدون علينا لأنهم اعتبروا أن معركة القادسية حطمت كسرى ودولتهم، فلذلك حقد باطني مجوسي، ليس حقد أن هؤلاء طائفة إسلامية أو فرقة ستريد أن تناقش حتى تعرف الحقيقة. هذا مش صحيح هذا الكلام. نعم، لكن دكتور يتحدث البعض بأن دول الخليج يعني محقة في موقفها المتردد حتى الآن تجاه إيران ونظام الأسد حفاظا على أمنها واستقرارها، يعني هذا حق أيضا لدول الخليج. هؤلاء كمملوك الطوائف في إسبانيا، كان كل واحد يقول لك أنا بدي أتحالف مع الغربيين مشان يحموني، بالأخير ماذا حصل؟ ذهبوا جميعا. إيران لها عين على الحجاز، ستجتاح دول الخليج جميعا بس باتفاق مع أمريكا وإسرائيل يا أخي، رغم أنهم بيسبوا. أنا بدي أستدل بمن؟ بستدل صبحي الطفيلي. صبحي الطفيلي قال هؤلاء إيران تتآمر على المنطقة عن طريق حزب الله، ما أخذته شماعة مقاومة وبتشتغل في المنطقة. نعم. صبحي الطفيلي أول أمين عام لحزب الله حتى الآن. أنا برضو طبعا بحيي هذا الرجل بغض النظر أنه أختلف معه فكريا وقد أختلف معه عقائديا، وكذلك بحيي اللي هو طلعوا الأخير محمد الأمين والشيخ الآخر محمد وقعوا على بيان قبل الشيخين في لبنان. نعم. قالوا يا عمي هذه مؤامرة بدهم يخلونا إحنا نشتبك مع أهل السنة، فلذلك نحن مع الثورة السورية وليس مع ما يقوله حزب الله أو إيران. اللي هم الاثنين اللي سمعت عن توقيع الاثنين اللي قبل يومين ثلاثة. نعم نعم. محمد الأمين والشيخ الثاني هذا بعرفه والله، حتى شخصيا أعرفه. مرة أنا لما كنا على علاقة بإيران اجتمعت معه بإيران الشيخ الله راح عن بالي، اثنين وقعوا الناس كلها شافته. هذول عقال. احنا حتى اللي بخالفنا في العقيدة وفي المبدأ ما بنذبحه ولا بنخلص عليه إذا لم يتآمر علينا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. انتهينا. تقدر تستوعب كل هؤلاء وتدافع عنهم وما حداش يصيبهم رغم انه بأمنش فيك وبكفرك. فهمت علي؟ اما اللي بتآمر مثل هذول شو لهم عندنا في وطننا؟ ليش يضلوا حتى في هذه المنطقة؟ هؤلاء لما يتحالفوا مع الامريكان ومع اليهود ويدعوا لهم مقاومة وبعد ذلك يذبحوني بهذا الشكل في سوريا، شو لهم عندنا هؤلاء؟ سنعاقبهم بمثل ما عاقبونا. هاني فحص طبعا. انا الشيخ الثاني محمد امين هاني فحص، انا حتى ذكرته الان اللي وقع البيان بالسنة في اعمال ايران وحزب الله في الوقوف وجه الثورة السورية. فاذا دول الخليج لن يحميها هذا الكلام. ايران لن تعتبرهم ولا تسأل عنهم، ستجتاحهم من اجل ان تأخذها كما اخذت العراق الاقوى منهم. العراق اقوى كثير من هذه الدول. العراق اين هو؟ بامريكا تستعان، وكذلك امريكا استمرأت هذا الكلام، قال ما يوجد ناس بهذا الشكل ما دام يوجد اذا ليش اتحالف معهم اهم من اسرائيل. فبكره بياخذوها كلها. امريكا بدها النفط وهدول بيقول لهم خذوا الحجاز، والحجاز عندهم كتبهم انهم سينبشون قبور الصحابه خاصه الخلفاء الاربعه ليقيموا عليهم الحدود وعائشه ام المؤمنين. اتقبل يا اخواني بالصبر، انتم مش عارفين القصه هذه، مش عاجبكم الكلام هذا، انتم اما جهال او حيوانات، لانه اذا بدكم تفهموا روحوا للكتب تبعتهم حتى تستوعبوا. اما انتم اذا ظليتم متآمرين ستحاكمون مع هذا النظام. اعلنها لان الذي يساعد الباطل هو باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. فما بدها الآن لا حيود ولا عمل تقعد تمز لي بحالك. لذلك هذه أمتنا يتآمر عليها مشروع صفوي صهيوني، صفا صهيوني بقيادة أمريكية. طيب دكتور، لكن هناك ربما مخرج آخر ما يدور الآن في مكة، ما جرى في مكة. يعني البعض يتحدث أن لقاء مكة يعني لم يكن عن عبث، وأن المجتمع الدولي اتضحت لديه معالم الحل في سوريا على أساس تقسيم طائفي. يعني كل من اجتمع في مكة ربما جاءت بأوامر غربية لهذا الحل، أساس التقسيم الطائفي. والدلائل واضحة الدلائل في سوريا، تسليم المناطق الشمالية للأكراد بشكل مجاني، وتهجير أهل السنة من حمص ومن اللاذقية ومن طرطوس. يعني كل هذا يدل أن النظام يتجه الآن إلى منطقة أو دويلة علوية. يا سيدي، رئيس الأركان الأمريكي لما دخل العراق صرح تصريح، قال بعد العراق لما شافها سهلة وأنه استقبلوه جماعة إيران وسهلوا له الضرب، ما بعرفش انه يصير مقاومة عنيفة بعد ذلك وستخرجه وأخرجت.
إنما كان عنده حلم كبير، قال بعد العراق سوريا، وبعد سوريا السعودية، وبعد السعودية مصر الجائزة الكبرى. هذا الكل يرجع للأرشيف حتى يجد هذا الكلام. نعم. شو معناته؟ بدهم يعملوا التقسيم اللي عملوه في العراق إلى 3 أقسام: التقسيم الطائفي القومي اللي هو الشيعة في الجنوب وسنة عرب في الغرب وأكراد في الشمال، بده يكرروه في سوريا. شو يعملوا؟ للشيعة للعلويين دولة اللي هي النصيرية، وللسنة دولة، طبعا موانئ مع نصارى سوريا دولة، الدروز دولة. إذا هنا عندك حوالي 5 دول بدأت تتضح الآن المعالم. أيوة، إذا إحنا بننفذ مخطط، والآن بننفذوه بسوريا، بننفذوه بالسعودية، بننفذوه في مصر. لمصلحة من هذا المخطط؟ لمصلحة إسرائيل وأمريكا والصفويين. هذول كيف؟ لأن الصفويين وافقوا على التقسيم لأنهم أقلية. ما أنت لما تقول مثلا الآن العالم الإسلامي أهل السنة 95%، من له مصلحة في تقسيم المنطقة حتى يقوى؟ اللي هم الأقليات. نعم. أقلية هؤلاء الشيعة، لأنه الشيعة مع الطوائف 5% بس في العالم، إحنا 95% في العالم الإسلامي. فبالتالي بقول لك قسمهم بقوى عليهم، بصير أنا دولتي أنا أقوى من كل هذه الدول، لأنه دويلات إسرائيل برضه طائفة قائمة على أساس التلمود والتوراة، هي أقوى منهم. فبالتالي هذا التقسيم لمصلحة من الطوائف الصغيرة، مش من أهل السنة بشكل 95%. فهم ليسوا طائفة، هم الشعب المسلم، وهم يتقبلون غيرهم تحت مظلتهم بحمايتهم كما حصل في التاريخ. واللي مش عاجبه تاريخ الإسلام محمد وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم اللي صنعوا تاريخنا ومجدنا، يروح يشوف له حضارة غير هالحضارة. بتقبلنا بنعتبره مواطن محمي منا. نعم. نحميه بماله وعرضه وكل شيء. أما نيجي يحكمون أقليات باسم الحرية والديمقراطية، ما يمينا الديمقراطية حكم الأكثرية. وأنا عجيب، فلذلك أنا بستغرب هذه النقطة. بيطلع لي مفكر الكبير هذا في قطر اللي جابوه من الكنيسة وحطوا لي إياه، دكتور عزمي بشار، ما شاء الله. هذا بتهجم على الإسلام، إنه إحنا ما بدنا تطرف، ما بدنا كذا. طب ما أنت قومي وحكمتنا القومية، ماركسي وحكمتنا الماركسية، أنت فاشل، أنتوا دمرتونا، مكفي. لا نريد هذه الأشياء. هذا الإسلام ما حدا بيقدر يتكلم عليه. الإسلام الأمة بمجموعها بحضارتها بقوتها، هذه التي تحكم، هي تريد هذا. ولذلك أقول أنا الآن لمرسي في مصر، انتخبك الشعب على أساس الإسلام. أنت بتدخل البواخر الإيرانية مشان تضرب. الآن إيران تبعت أسلحة، روسيا تبعت أسلحة، الصين تبعت أسلحة، وكلهم يقاتلوا شعبنا. وممنوع إحنا نتسلح، ممنوع نتسلح. لا الدول العربية بعت سلاح، ولا مصر بعت سلاح، ولا حدا بعت سلاح. أنت باسم الإسلام الذي جئت من أجله أو بسببه نقول لك امنع هذه البواخر من دخول قناة السويس، لأنها ملكية مصرية، هذه مش الأصل إنها أممت. نعم. كيف تقبل هذا؟ كيف تقبل هذا؟ أنت من جماعة كبيرة اسمها الإخوان المسلمين، وفي سوريا مجرد انتساب للإخوان يعدم في سوريا. هؤلاء إخوتك حتى في الحزب وليس في الدين فقط. لذلك أين الموقف الذي يرضي الله من هذه الحكومات جميعا؟ أين هو؟ أين السلاح؟ أين المضادات؟ أين مضادات الدروع ومضاد الطائرات؟ كلها سهلة من أحد الدول، هذه سهل جدا. لم تبعث حتى الآن. تركونا نذبح على أيدي هؤلاء الأعداء، كما قال الأخ الذي تكلم من حلب الآن. نعم. وبعد ذلك يقول يساعدوننا. لا بعرف ان ببعثوا باكيتات حليب وباكيتات شاي وباكيتات خبز إلى آخره، بس حتى مش كافية هذا. لا احنا عارفين بنروح نتنشط من شان ان نساعد بعض اخواننا، ولكن مش كافي. حتى هذه مش كافية. مثل ذلك كلهم بيشكوا. شوف مخيمات عندنا بيشكوا. طيب دكتور، يعني